نخلص العملية دي؟ هي العملية صعبة بس مش مستحيلة. هي فيها خطورة ومحتاجة تعب وشغل جامد. ممكن نعملها بس مش عارفين نتيجتها تطلع ايه. بس يا جماعة احنا مش عاوزين احتمالات، احنا عاوزين قرار نهائي. ايه بقى، ولازم ننظم نفسنا ونرتب كل حاجة. مش لما نعرف الأول هي البضاعة موجودة فين؟ البضاعة في كراتينها في المخبأ بتاعنا. خلاص يبقى انتوا هتنقلوا الحتة الكبيرة وتركبوها وانتوا الأجزاء اللي أصغر منها. بس يا جماعة لازم كلنا نشارك في العملية دي. خلوا بالكم ساعة الصفر بعد 5 ثواني من دلوقتي. 4 3 2 1. دول عملية حالا. ايه ده؟ الحاول نعمل دي، حد يجي يصحيهم. أنا جعان، حد يجيب لي أكل بسرعة. هناكل كلنا بس بعد ما نخلص العملية. مش عايزين نضيع وقت، ما تقلقوش كده مش فاضل غير التشطيب الأخير. طب يلا أول ما حد ياخد باله. للأسف العملية مش هتكمل. ليه؟ ايه اللي حصل؟ عشان ناقص تركيب الجزء الأخير. ومكانه عالي قوي ومش هنقدر نوصل. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ معقولة هنقف بعد التعب ده كله؟ بس أنا جات لي فكرة، مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إن احنا نشيل واحد مننا كلنا مع بعض. والطريقة دي نوصل لأعلى حتة ونركب الجزء الأخير. لكن مين اللي هنشيله؟ مين؟ يبقى مفيش غيرك أنت يا كوري. ايوه تمام كده. بس تعبنا جدا. لكن نشكر ربنا نجحنا. طبعا انتوا عاوزين تعرفوا ايه هي العمليه. العمليه هنا ورا الباب ده، وما ينفعش العمليه تكمل ولا تبان حلاوتها غير لما نفتح الباب ده. شكلها جميل. وكل حاجة جميلة محتاجة مجهود وتعاون ومشاركة عشان نستمتع بيها ونستفيد منها، وده اللي احنا عايزين نقوله. ونفسنا تكون موجوده في كل حاجه في قصتنا وحياتنا. اللي عايزين دايما نفضل نحب بعض، نساعد بعض ونشجع بعض، نفرح بعض ونفرح مع بعض بالبعض، نكمل بعض ونشارك بعض. وانتي بتعملي